نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. النهاردة إن شاء الله هنعمل طاجن خضار بالفراخ، طعمه جميل جدا جدا إن شاء الله. لما تجربيه هيعجبك بإذن الله. تعالوا نشوف معانا المكونات. معايا كيلو من صدور الفراخ متقطعة مكعبات، ونص كيلو من البطاطس، وربع كيلو جزر، وبصلتين كبار، وفلفل ألوان، وتوم مفروم ناعم، ومعلقة كبيرة من الصلصة. ومعايا طبعا المادة الدهنية زبدة وزيت. ومعايا كمان البهارات بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة زعتر، ونص معلقة من الجنزبيل البودر، وربع معلقة صغيرة من الكركم، ورشة من جوز الطيب لو انت بتستخدميها. ومعايا كمان فصين 3 من المستكة، ومعايا كوبايتين من الجبنة الموتزاريلا. ومعايا كمان صوص البشاميل، عملته معاكم كتير على القناة، سايبالك المكونات وان شاء الله هقولك على الطريقة في الفيديو. نبدأ بسم الله. سخنت معايا، هتسخني طاسة تكون واسعة شوية على النار، او حلة او صينية، اهم حاجة تكون واسعة شوية عشان عايزين نحط فيها الفراخ تكون مفرودة عشان ما تنزلش المية بتاعتها بسهولة. حطيت الزبدة والزيت وسخنتهم كويس، ونزلت بفصين 3 من المستكة. واول ما المستكة بتاعتك تدوب تنزلي بالفراخ، تكوني غسلاها كويس بالملح والليمون، ومصفياها تماما من المية، ما يكونش فيها نسبة مية عشان لما تبدأ تحطيها على النار ما تنزلش معاكي مية وتبقى طعمها مسلوق. بعد ما حطيت الفراخ ما تقلبيش خالص، سيبيها لمدة دقيقتين او 3 على نار عالية، ما تقلبيش علشان مش عايزين الفراخ تنزل مية. بعد دقيقتين 3 بتبدأي تقلبي الفراخ بتاعتك. شايفين ما شاء الله ما نزلتش مية خالص، المادة الدهنية اللي احنا حاطينها بدأت تظهر على طول، وما عملتش معايا ريم ولا اي حاجة. شوحت الفراخ كويس وملحتها بشوية من الملح وشوية من الفلفل الابيض او الاسود اللي متوفر عندك. بتشوحيها كده كويس، بتدي طعم جميل للفراخ، ما يبقاش طعمها زي ما تكون مسلوقة. اول ما بتاخد اللون الذهبي ده بتاخر الفراخ كده على جنب، وبنزل بالبصل بتاعي. معايا بصلتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيرة. بتبداي تشوحيها في المادة الدهنية اللي انت كنت حطاها للفراخ، ما بتزوديش زيت ولا حاجة. وبعد كده بنزل بالثوم بتاعي. اول البصل ما بيدبل مش بتحمريه، بتنزلي بالثوم وباقي المكونات بتاعتك. معايا كمان ربع كيلو من الجزر مقطعاه مكعبات صغيرة، ونص كيلو من البطاطس، وكمان فلفل الوان. بنزل بكل الحاجات دي كلها مع بعضها مع الفراخ. وكمان البهارات بتاعتي بنزل بيها كلها مرة واحدة، وبتقلبي كل المكونات كلها مع بعضها. عشان كده قلتلك استخدمي طاسة تكون واسعة علشان تكملي فيها كل الخطوات مرة واحدة. شايفين ما شاء الله لون الخضار والبهارات ادى للطاجن بتاعنا لون جميل، والريحة كمان جميلة جدا جدا. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من الصلصة، ولو انت حابة الخضار بتاعك يكون لونه ابيض مش عايزاه لونه احمر ممكن تستغني عن معلقة الصلصة دي. هتحط كمان نص كوباية من المية علشان تساعد ان الخضار بتاعنا يستوي ويطلع البخار بتاعه، وفي نفس الوقت ما يبقاش مسلوق. بتهدي النار تماما، وبتغطي الحلة بتاعتك او الصينية او الطاسة، وبتسيبي الخضار لحد ما يستوى خالص على نار هادية. شايفين ما شاء الله استوى، وما حطينالوش ولا زودنا له مية خالص غير هي نص الكوباية اللي احنا حطيناها في البداية. تتأكدي ان الخضار بتاعك استوى بالشكل ده. بتنزلي الصينية من على النار، وبنبدأ باقي الخطوات. معايا بقى صوص البشاميل، عملته معاكم كتير في القناة، بس هقولك على الكمية اللي انا استخدمتها في الفيديو. معايا 60 جرام دقيق، و60 جرام زبدة على زيت، ولتر من الحليب، ومعلقة كبيرة من القشطة. وبتملحي بملح وفلفل ورشة من القرفة ورشة من جوز الطيب. بتسخني الزبدة والزيت على النار في الحلة اللي انت هتعملي فيها البشاميل، وبعد كده بتنزلي بكمية الدقيق بتقلبيها لحد ما تاخد لون، وبعد كده بتنزلي باللبن بتاعك بالتدريج لحد ما تلاقي القوام بتاعك بقى كريمي كده وناعم.
وبتملحي البشاميل بالملح والبهارات اللي انا كنت كاتبالك على الشاشة. وبعد كده بتطفي النار وبتحطي معلقة كبيرة من القشطة وبتقلبيها لحد ما بتدوب. ما شاء الله بتدي للبشاميل بتاعك طعم وقوام كريمي جدا. ممكن تستخدمي نفس الصينية اللي انت عملتي فيها وتكملي باقي الخطوات. انا هستخدم طواجن كده صغيرة، بتحطي معلقة او معلقتين كبار من الخليط بتاعنا على حسب الكمية او حجم الطاجن اللي عندك. وزعت كل الكمية اللي معايا على الطواجن. ما شاء الله عمل 8 طواجن. الطاجن ده بيكفي فرد. بعد كده بتساوي الخضار بتاعك كده بمعلقة وبتبداي تحطي الجبنة الموتزاريلا. انا بفضل ان انا احط الجبنة الموتزاريلا قبل طبقة البشاميل. لو انت حابة تحطي الجبنة فوق البشاميل مفيش اي مشكلة. انا بحب احط كده الجبنة تحت البشاميل عشان ادي للطاجن فرصة ان هو يكمل سوا في الفرن وياخد ويدي كده مع بعضه، وفي نفس الوقت طبقة الجبنة ما تتحرقش من على الوش. ولو انت حابة تحطي كمان طبقة من الجبنة الموتزاريلا فوق البشاميل برضو مفيش اي مشكلة. هحط كده معلقتين كبار على كل طاجن، ما تكتريش طبقة البشاميل. البشاميل بتاعنا ما شاء الله ناعم وكريمي. بوريك ان الكمية بتاعت البشاميل اللي انا ذكرتها لك في الفيديو كملت كفة ال8 طواجن بالكامل. ولو انت هتعمليه برضو في صينية كبيرة هي نفس الكمية ان شاء الله. وزعت باقي كمية البشاميل على الوش. ولو حابة تحطي رشة من الجبنة الموتزاريلا صغيرة كده على الوش مفيش مشكلة. حطيت الطواجن بتاعتي في صاج، وبفضل ان انا برضو بفرش الصاج بتاعي بورقة كده من الفويل علشان لو حاجة نقطت من الطواجن ما تحرقش الطاجن بتاعنا. شايفين ما شاء الله شكله رهيب. ان شاء الله لما تجربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا. بتقدميه مع رز ابيض او رز بالشعرية او رز معمر. ما شاء الله وجبة كاملة متكاملة. ان شاء الله لما تجربيها تعجبك. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من المشاهدين، وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. أسيبكم في أمان الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.